لما نتكلم عن الإبداع يبقى لازم تشوفي الوصفة دي لوحة فنية، أحلى وأسرع تحلية ممكن تجربيها لحر الصيف، لذيذة ومنعشة وغير مكلفة. صلوا على الرسول في الأول. الوصفة دي ينفع بكنتالوب أو شمام. طبعا فصل الصيف كل الفاكهة الحلوة دي فيه. مش كتير عارف إن ده نوع من أنواع الكنتالوب مستورد، طعمه زي السكر. الفكهاني قال لي كده وأنا بشتريها. غسلتها وجبت واحدة حلوة ما شاء الله كبيرة، قطعت الجزء اللي من فوق سبته على جنب، وادي الجزء التاني عشان هي كبيرة زي ما قلتلك. شلتهم بقى على جنب كده، وجبت معلقه تكون طويله وهبدا اتخلص وانضف قلب الشمامه او الكنتالوبه من البذر كويس جدا جدا. لكل كنتالوبايه صغيره باكت واحد من الجيلي. هي ما شاء الله كان حجمها كبير فاضطريت استخدم 2 باكت من الجيلي على كوبايتين بس من الميه. قسمت نص مقدار الميه. هو المفروض 4 كوبايات ميه لكل باكت كوبايتين، لكن انا خدت كوبايتين بس عشان يكون متماسك. ولا تضيفي سكر ولا حاجه، هي كانت مسكره وزي العسل. ضفت اول كوبايه ميه سخنه جدا، دوبت بقى كل محتويات الجيلي في الميه السخنه في الاول، والكوبايه التانية كانت متلجه. سبتهم يبردوا ونزلت بكميه الجيلي كلها، غطيت وجه الكنتالوبه. هاتي بقى الجزء اللي احنا قطعناه وغطي كده وسيبيها تسقع في التلاجة من 4 ل6 ساعات، ونطلع بقى ونشوف لوحه فنيه زي ما قلتلك كده. تحلية سهلة وسريعة ترتب علينا، كانت ساقعة كده ومتلجة، ولا مكلفة ولا أي حاجة، وطبيعية 100%. اول بقى طريقه هنقطع بيها مع بعض دي مفتكاسي، والطريقه التانية اكيد كلكم عارفينها. قطعي كده وشوفي الجمال والحلاوه، هتبهرك انتي والولاد. لو عملتيها استحاله ولادك يبطلوا يطلبوها منك. طبعا الشمام والكنتالوب موجود كل فصل الصيف. هنبدأ بقى نقطع كده، وخلي بقى السكينة حامية ما شاء الله عشان احنا ما زودناش المية، فطبقة الجيلي متماسكة على قطعة الشمامة او الكنتالوب. هنبدأ نقسمها كده من النص، شايفين؟ بس خدي بالك عشان انا تعفيت شوية فقسمت واحدة معايا، فحبيت اوريكي المقطع ده عشان تقطعي بالراحة، وبأكد لازم تكون السكينة حامية. قطعي من النص محندقة كده وصغيرة لكل الأطفال، تقدر ان هي تاخد قطع على قدهم. الطريقة التانية اكيد كلكم عارفينها، الشرايح العادية اللي بنقطع بيها الشمام او الكنتالوب. شكلها خطير وجميلة جدا معاكي بقى في المصيف، جالك ضيوف، حابة تعملي حاجة غير مكلفة ولا بقى كريم شانتيه ولا أي حاجة خالص، تبدأي تجيبي الشمام أو الكنتالوب زي ما قلت لك موجود، وتعملي الوصفة دي وتدعي لي وبالهنا. لذيذة ومنعشة، وباي باي.